السلام عليكم ورحمة الله. بحمد الله تعالى منذ أن بدأت في الدعوة إلى الله تعالى سعيت لنشر العلم بين الناس، وأحيانا كثيرة يحتاج الداعية إلى كشف الشبهات والرد على أعداء الإسلام، فيأتيك محب ونيته الخير فيقول لك: دعهم يا شيخ، لا تشغل نفسك بهؤلاء فإن دواء الجاهل التجاهل. ويقول لك: قال عمر: أميت الباطل بالسكوت عنه، إلى آخر هذه العبارات التي تدعو إلى غلق أبواب الحق بسلاسل الصمت وفتح أبواب الكلام بالباطل لأهل الباطل. أولا، ما قال عمر بن الخطاب تلك المقولة قط، فهي مكذوبة عليه. ثانيا، من سيدافع عن هذا الدين ويرد عنه كيد الكائدين؟ إن نصب المنبر للباطل وزعم الكافر بأن الأزمة في الإسلام، أو تصدر منافق عليم اللسان فصيح الكلام، أنسكت؟ وماذا بعد حين يرى العامي أن العالم والمثقف سمع وسكت؟ ألا يفهم السكوت هنا بأنه إقرار؟ نعم، قال الفقهاء: لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض البيان بيان. يقولون لي: لا ترهق نفسك يا شيخ مع هؤلاء الحثالى، دع القافلة تسير والكلاب تنبح. يا أخي، لا تتحجج بأن القافلة تسير ولا يهمها نبح الكلاب، اركن القافلة على جنب ولقن الكلب درسا ثم عاود المسير. مثل ما قال العراقي: ما مخلي لي كلب ينبح وراي، أنا أوقف القافلة وأنهي المسير، إلا خلي اللي ينبح يبطل نباح حتى ما تتكرر النوبة وتصير. ما تحجج، هي شو شغلة نواخ؟ سنواجه تفاهات الأعداء بالحكمة، وسنرد على الكلمة بالكلمة، وندمغ أهل الباطل بالحق كي تخرس الألسنة، ونقطع الطريق على أهل الضلالة. لم يسكت الصديق على مقالة مانع الزكاة بل قاتلهم، ولم يسكت ابن عباس على مذهب الخوارج بل ناظرهم، ولم يسكت الشافعي على منكر السنة بل حاججهم، ولم يسكت ابن تيمية على مبغض الصحابة بل أدبهم، ولم يسكت الرشيد على تعدي ملك الروم بل خاطبه قائلا: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. يا سبحان الله، ما أكثر كلاب الروم يا هارون. فلن نسكت عن أهل الباطل، بل نقول كما قال أحمد بن حنبل للمعتزلة: اسكتوا نسكت، اسكتوا نسكت. ها هم قد نشطوا بين بث شبهة وطعن واتهام وتكذيب، فهذا ينكر السنة، وذاك داع للإلحاد، وهذا مشكك في التاريخ، وهذا طاعن في الإسلام بالكلية. فكيف نسكت أمام هذا الهراء بدون رد ولا تعقيب؟ فيا من تملك علما صحيحا أو معرفة وتمييزا، مد يدك، فالحفر قد كثرت وبعض الأقدام انزلقت وببريق الزيف انخدعت. تقدم فالأمة بحاجتك، ولا تخش تعثرا ولا تلعثما. والله ثم والله أنت منصور ولو تعثرت، أنت منصور ولو تلعثمت. ليس لدينا ما نخفيه ولا ما نستحي من ذكره، بل هو نور مبين ورحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.